تعالوا نعمل مع بعض شوية قلقاس النهاردة. بصوا شايفين شكلهم وشايفين خضرهم وشايفين جمالهم؟ تحفة. شايفة شكل القلقاس بتاعي؟ مش هنعمل اي حاجة الا شوية قلقاس وشوية فراخ محمرين تشم ريحتهم من اخر الدنيا. تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقول لك طريقتي في القلقاس ده ايه. شايفة شكله وخضره؟ مفيش احلى من كده. اول حاجه انا جايبه الفراخ بتاعتي غسلاها ونقعاها وحاطه لها ملح وليمون وكزبره وفلفل اسود، مش اكتر من كده. مستحيل تشمي فيها ريحه زفاره. ما تحطيش خل وهتبقى معاكي الفراخ بيضه وقشطه بالشكل اللي انت شايفاه ده. معايا بقى بصلايه مبشوره تنزلي عليها بفلفل اسود وشويه من الملح، مش اكتر من كده. بشرينهم بالمبشره. هتجيبي لي بقى الفراخ بتاعتك دي، احنا هنسلقها وكمان مش حشينها اي حاجه، بس لازم تتبليها التتبيله دي وترفعي الجلد بالشكل ده ودوقي بقى طعم الفراخ بتاعتك. وبس كده. تعالي بقى معايا على النار، حاطه ميه بتغلي نسلق الفراخ بتاعتنا. معايا الميه بتغلي على النار بالشكل اللي انت شايفاه ده. كل اللي هتعمليه تسقطي لي الفراخ كده. حله ممكن حلو قوي كده عشان يستووا براحتهم. هنبهر الشوربه بتاعتنا ببصل وطماطم وجزر وفصين بس من التوم، وعايزاكي بقى تدوقي طعم الشوربه دي. ورق لوري، حبهان، مكعبين من المرقه، فلفل اسود، ملح. وعشان تاخدي شوربه حلوه وصافيه وجميله لازم تطلعي الريمه بتاعتها ووطي عليها على النار عشان فراخك ما تتريش من بره وتبقى من جوه نيه. خلاص تبقى مستويه بره وجوه وتبقى طعمها تحفه. هنوطي عليها النار، سيبها تستوي براحتها، بس اوعي تنسي ريمه الفراخ. وتعالي بقى اقولك على احلى اكله شتويه بنعملها، واحلى اكله بناكلها في الشتاء يكون القلقاس. حلو وبيدفي وطعمه تحفه. مشهور قوي كمان في عيد الغطاس. وعشان تجيبي القلقاس تعرفي ان هو طازه ولا بايت مع البياعين بقاله كام يوم، تجيبي اللي لونها فاتح بالشكل ده. والافضل هنجيب واحده بس مش اتنين. هنقطعه بالشكل ده، هتقشريه لا بمبشره البطاطس لا بالسكين. شايفه؟ قشرنا القلقاس بتاعنا. هاتي فوطه كده تكون نضيفه. كده كده انا بغسله. هقطع القلقاس بتاعي بالشكل ده. وهقطع القلقاس بتاعي كله بالشكل ده والحجم ده. خلاص وارجع لك. وبس كده قشرنا القلقاس وقطعناه بالشكل اللي انت شايفاه ده. حاولي تقطعيه بس كله بحجم واحد، ولو عددك قليل زي ما انا قلت لك الافضل واحده بس. ماري انا ما بغسلش القلقاس وبيبقى طعمه حلو، بيبقى طعمه جميل، بس انا ما بحبوش بصراحه. انا لازم اغسله. انا ما بحبش الماده التقيله اللي فيه. انا بحب الشوربه بتاعته صافيه وخفيفه، وبصراحه ما بحبوش اللي ما بيتغسلش. القلقاس بيتغسل مره واثنين وثلاثه بميه سخنه. هروح اغسله وتعالوا بقى نعمل شويه قلقاس تحفه. شايفين الماده التقيله دي انا ما بحبهاش خالص. بكون غسله خالص كويس. وبس كده غسلنا القلقاس وخليناه زي القشطه. شايفين؟ بصراحه انا ما بفضلش اللي هو ما بيتغسلش، بس كل واحد ليه طريقته. هنجيب الحله بتاعتنا ننزل بالقلقاس بتاعنا. وكده خلصنا مرحله القلقاس. تعالوا بقى نزيده بالشوربه، بس تكون الفراخ بتاعتنا استوت. من عقبال بس ما الفراخ تستوي نكون عملنا السلق. شايفين شكل السلق بقى؟ لكل كيلو من القلقاس ليه ربطه من السلق وواحده كزبره.
بتقرطفيهم. اعملي الطريقه دي وانت مش هتندمي فعلا، هتاكلي شويه قلقاس تحفه. بنقرطف كده السلق، ناخد الورقه الخضراء بس وبنرمي العود ده. اما للكزبره حابه بقى تحطيهم تغسليهم وتحطيهم جوه الكبه براحتك. الخلاط لا، هتحطي فيه كميه من الميه ومش هتطلع معاكي كويس. والافضل كمان المخرطه. تقرطفيه بالشكل ده. احنا بناخد الورقه بس. اروح انقيهم واغسلهم واخرطهم وارجع لك. تعالوا نشوف بقى الفراخ بتاعتنا. شايفين فراخنا وجمالها تحفه. شايفه جمال الشوربه. الفراخ خلاص اتفصصت من بعض كده واتسلقت. بسيبها بطفي عليها وبسيبها في قلب الشوربه حوالي 5 دقايق. ودوقي بقى طعم الفراخ بتاعتك. شايفه الشوربه بتاعتها خطيره. هننقلها هنا. هنجيب القلقاس بتاعنا. اكلك كله ما ياخدش ساعه. مفيش حاجه بتتحط جوه الفرن. هنجيب المصفى يا دوبك هتغطي القلقاس، ما تكتريش الشوربه بتاعته. حاولي بس تاخدي وش الشوربه الجميل ده. شايفه وش الشوربه. اول ما بتحطي السلق بنحط معاه السمنه. ما تقلقيش، شايفه دي ميه مش سمنه. هيكب الميه بتاعته واول ما ينشف معاكي هيحمر ويدي اللون الخضاري الجميل. ما تصفيش السلق وتحطيه على القلقاس، ما بيبقاش احسن حاجه. جربي طريقتي دي بامانه وهتدعيلي على شويه القلقاس اللي انت هتعمليه. شايفه السلق بتاعي الميه نشفت خالص، واللي بتطشطش دي السمنه. شايفه هو ده المرحله اللي احنا عايزينها، وهو ده اللون اللي انا عايزاه. ما تنشفوش اكتر من كده عشان يبقى اخضر معاكي على القلقاس. شايفه. تعالي بقى نعمل الطشه. انا ما بحطش الطشه على السلق، بعمل ده لوحده وده لوحده. طشه القلقاس زي طشه الملوخيه الخضراء. عند ما بتبتدي تتحمر معاكي تنزلي عليها بمعلقه كزبره ناشفه. شايفين لون القلقاس بامانه تحفه. ولسه ما عملنالوش كمان الطشه بتاعته. عند ما التومه بتخش على الحمار بالشكل ده انزلي بمعلقه كزبره ناشفه وشمي احلى طشه هتعمليها. وبس كده حمرنا الفراخ بتاعتنا. مهما نعمل تتبيلات فراخ ومهما نشوي فراخ مفيش احلى من الفراخ المحمره مع شويه قلقاس بالشكل ده. بجد ولا غلطه، طعمهم فوق التحفه. وبس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبك.